في ناس كتيره تقول لك انا بخرج من شهر رمضان ابقى تخنانه وزايده في الوزن 10 20 كيلو. تقول لنا كده يا دكتور نصايح سريعه لكل المشاهدين انه ازاي نتجنب السمنه في شهر رمضان؟ احنا مش دلوقتي كل الابحاث العلميه بتتكلم عن حاجه اسمها الصيام المتقطع، وانه ازاي الصيام المتقطع مفيد في الهرمونات بتاعت جسمنا، وان هو بيحارب الخلايا السرطانيه وحاجات كتير قوي. صحيح. طب ما ربنا ادانا فرصه، وهو الصيام الاسلامي هو نوع من انواع الصيام المتقطع. صح. فليه ما استغلهاش الفتره دي؟ ايوه لازم اكل صحي. فهنا بقى السؤال، انا لو عايز اطلع خاسس يبقى لازم ابقى مركز اني هختار اختيارات صحيه. طب لو مش فارق معايا قوي يعني ولا خاسس ولا تخنان، لا ممكن بقى ادخل حاجات حلوه مثلا بكميه صغيره. دايما بنقول مثلا قطعه قد نص كف اليد، فاخد مثلا قطعه البسبوسه، القطايف، الكنافه، وتبقى بعد الفطار كلت وجبتي الكبيره وبعد كده حليت فانا شبعان، فاكل كميه صغيره وهيبقى فيه اوريدي واكل خضار والياف وحاجات كتير، حاجات مشبعاني اصلا. بالظبط.